السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ولقاكم هذا الفيديو في احسن حال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نوجد معكم واحد الوصفه اللي كتجي لذيذه بزاف وكتصلح في ايامات البرد. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. المكون ديالها الاساسي هو هاد العجين هذا، هو الشكل ديالو بحال الشيبس. هذا دقيق، فقط دقيق، ملح والماء باش كيتعجن. دقيق يكون دقيق بر، يعني ماشي دقيق ابيض، وكيعجنوه وكينشفوه كيولي فحال ما هكا، كيقطعوه بقطع صغيره وكيولي فحال ما هكا. هذا جايبينو حنا من المحل. لا تبغيو تخدموه في الدار كتخدموه عادي بالدقيق عادي، يعني ما يكونش دقيق ابيض، يكون دقيق القمح مع شويه الماء وشويه الملح وتعجنوه عادي. ومن بعد طلقوه بالمدلك، يعني تورقوها مزيان. شوفوا هذا ديالها، السمك ديالها تورقوه مزيان وكتقطعوه وتحطوه وترشوا عليه الدقيق باش ما يتلاصقش مع بعضياته، تينشف واحد شويه ومن بعد كتخدموا به. هذا هو المكون الاساسي ديال الوصفه ديالنا ان شاء الله. اما باقي المكونات عندنا هنا اللحم يكون فيه شويه شحم. هذا لحم غنم. تقدروا تستعملوا دجاج، يعني كيجيب الدجاج وكيجيب اللحم ماشي مشكل. هنا عندي بصل، بحب البصل مقطعه وصلصه صغيره. هنا عندي ضامه بنه على حسب الاختيار اللي تبغوا تستعملوها. هنا عندي 3 فصوص ثوم مهروس غير مكسر بحال ما مهرسه، يعني ماشي مطحونه ولا شيء. وهنا عندي البهارات المصححه، ها هي. عندي قرنفل وفلفل اسود، خنجلان، نجمه اليانسون، قرفه اللي هو ورق الغار، ليمون مجفف مع الهيل. هادو هما المكونات اللي غنستعمل. وغنحتاج اللي هو صلصه طماطم. ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله. انا ناخذ شويه الزيت، ما كثرش كثير لان عندي اللحم فيه دسم. اللحم انا ما جبدتوش بكري من الفريزر، باقي مجمد شويه معليش. هنا غنضيفو اللي هو البهار المصحح مع اللحمه والزيت. نبدا نحطو هنا بحال غديري مرق عادي، يعني بحال غديري مرق ديال اللحم عادي، ولكن خاص الماء يكون كثير شويه، ما يكونش مقلي. هنا بنزل الثوم مع ضامه بنه مع الصلصه تقريبا ملعقتين كبار. خليهم يتشحروا شويه. بسم الله. عندي كزبره ناشفه، ملعقتين كزبره ناشفه، زنجبيل ملعقه، فلفل اسود ملعقه. ما نستعملوش الخرقوم بصفه نهائيه، الخرقوم ما نستعملوش بزاف. هادو هما البهارات، فلفل اسود وكزبره ناشفه واللي هو الزنجبيل فقط. هنا غنمرقو بالماء يكون حار ما يكونش بارد. بسم الله. كيف ما قلت لكم في الاول لازم يكون الماء كثير. هنا الخضار اللي غنحتاج هاد الوصفه هادي هادو. عندي بطاطس، عندي كوسه، جزر، قرعه اولا دبه كيسموها، عندي هنا لفت، وعندي فاصوليا خضراء، والفلفل حار حسب الرغبه. يعني اي خضار عندك تقدري تستعمليها، اي خضار عندك متوفره في البيت تستعمليها في هذه الاكله هذه. هنا غنزيد الثاني. بسم الله.
البيضر ديالنا ونخلي اللحمه طيب على راحتها. تاخذ وقت ساعه الا ثلث ولا ساعه الا ربع على حسب اللحمه واش صغيره ولا كبيره. كتاخذ وقت في الطياب اللي هي الفاصوليا مع اللفت. نضيفهم مع اللحم هادو ضروري باش يطيبوا لينا. من هنا غنضيف الخضار اللي باقا اللي هي قطعتها. بسم الله. خليها واحد ربع ساعه ومن بعد نزيد عليها اللي هي الفلفل الحار مع القرع الاحمر حيت بسرعه كيطيب ما شاء الله. هنا نضيف واحد شويه الملح لانه هذاك ما يملحش ليا المرق مزيان. بسم الله. غنبداو نضيفو العجين ديالنا، نضيفو بشويه بشويه. غنضيفو هذا القرع مع الفلفل. انا علاش قلت لكم لازم المرق يكون كثير شويه حيت ملي كتضيفوا هاد العجين هذه كتشرب لكم هذيك المرق ما كتخليش، يعني لازم يكون المرق بالزيت. وحاجه ثانيه ما تحطوش الكركم باش باش يبقى الخضر كلها بالطبيعه ديالها وباللون ديالها. ملي تحطوا شويه الكميه بشويه بشويه وتحركوا حتى يطيب هاد المكونات كامله مع بعض. كانت هذه هي الوصفه ديالنا تاع اليوم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتجربوها، راه كتجي لذيذه بزاف وصحيه وكتنفع في ايامات البرد. الخضر ديالها مشكله ما شاء الله تبارك الرحمن. كتخدمي بالخضر اللي عندك في الدار، ولا عندك الدجاج كتخدمي بالدجاج، عندك اللحم كتخدمي باللحم اللي متوفر في البيت. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نشوفكم بخير وعلى خير فيديو قادم ان شاء الله. شكرا لكم جميعا على التواصل وعلى الدعم ديالكم. مع السلامه.